السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ابني وطي صوتك، يا ابني صوتك عالي، يا ابني سرعتني، يا ابني الجيران كلها سمعوا صوتنا، يا بابا اتكلم عادل، وطي صوتك. ايه ايه ده يا ماما؟ لا انت ما تعرفيش، صوته عالي جدا، صوته مزعج جدا، طول النهار صريخ صريخ صريخ، طول النهار صوته عالي جدا، كل اصواته غير طبيعيه. اهدي بس كده، وانا هجيب لك الموضوع واحده واحده. اطفالنا والصوت العالي، اولادي اللي صوتهم عالي جدا جدا بشكل مزعج، واللي بيستخدموا الاداء الصوتي العالي في كل انشطه حياتهم. الصوت العالي ده جاي منين؟ السمع ده اصلا بسمع انا بايه؟ بسمع بالودان. فاذا اول حاجه عندي هي الاذن. عضو الاذن ده لازم نراجع الى اي مدى العضو ده قد يكون فيه مشاكل، والمشاكل دي مش لازم تكون ظاهريه، ومش لازم يكون الطفل اصم يعني تقولي لا 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 هو بيسمع. ايوه ماما، هو قد يكون بيسمع لكن مش بيسمع كويس، فبالتالي الاصوات بتدخل له اوطى من ما انت متخيله. تمام، حاجه كده زي ما يكون حاطط الهاند فري في ودنك، تمام، او الهيدفون على ودانك، فلما تيجي تكلم حد تروح معلي صوتك جدا. انت اللي مش سامع، فبيتهيالك ان هو اللي مش سامع، انت مش سامع صوتك، فبالتالي بتعلي صوتك قوي علشان يعوض الفرق ده. انت مش واخد بالك ان هو سامع كويس، فانا سامعاك، انا مفيش حاجه في وداني، انت اللي مش سامع عشان كده عمال تعلي لي صوتك قوي. فاحيانا بيبقى الاطفال عندها مشكله في الاذن. المشكله دي مش لازم تكون مشكله كامله تمنعه عن السمع، لكن قد تكون ميه ورا الودان، التهابات، شمع كتير سادد ودانه، مقياس السمع عنده اضعف من العادي بشكل او باخر. احيانا بيبقى الطفل اصلا كده عنده مشكله، واحيانا الممارسات السمعيه، الضوضاء، التلوث السمعي، العك اللي احنا عايشين فيه في البيئه ده بيتسبب فيه مع الوقت. وفي كل الاحوال ده محتاج زياره لدكتور انف واذن يتاكد ان الطفل ده سامع كويس، مش بس سامع، لان دي خدعه بيقع فيها امهات كتير وللاسف اخصائيين كتير كمان، ان هي تبدا على طول من مرحله التخاطب او تبدا على طول من مشكله اصلها سمعي من غير ما تتاكد من العنصر الطبي، وده طبعا غلط فادح يعني. فاول حاجه لازم اتاكد ان ابني بيسمع كويس، ولو انا شكيت ان ابني فعلا صوته عالي وبشكل متكرر وطبيعه الصوت اللي حواليه ما كانتش عاليه على طول يقول مش سامع، لازم بسرعه، لان كل ما لحقناه بدري كل ما كان الموضوع افضل، نشوف هل هي عنده مشكله في السمع، ولا عنده ميه، ولا عنده شمع، ولا ايه المشكله اللي مخلياه بيسمع الاصوات العاليه بس. ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، السمع ده حاسه من الحواس، متاثره بايه؟ من الجهاز العصبي. تمام، الجهاز العصبي ده نتيجة الاستخدام الخاطئ او بعض الممارسات اليومية الخاطئة، زي الضوضاء، زي ان احنا مشغلين على طول اغاني بصوت عالي، التلفزيون على طول مفتوح بصوت عالي، التلفزيون شغال والموبايل شغال ومش عارفة مين فاتح اللابتوب وصوته عالي، ومش عارف مين مش عارف بيتكلم بيقول ايه. احيانا بعض المهن بتاعه الاهالي، زي ان يكون الام معلمه زي حالاتي كده، تلاقي طبقه صوتها عاليه اصلا. كنت قابلت قبل كده اسره فهي معلمه ومعلمه موسيقى، فطول الوقت عندها ضوضاء صوتها، تون صوتها وهي بتكلمني حتى في التقييم صوتها عالي جدا اصلا. والاب مدرب سباحه، فبتقول لي بتوع السباحه من كتر ما هم طول الوقت بيتكلموا جوه الميه، فبيعتاد انه يتكلم بصوت عالي جدا، ودي بتبقى دي بعد كده طبيعه صوته، فهو كمان كان صوته جهور جدا يعني. الممارسات السيئه بتاعه الاسره واستخدام الاصوات العاليه في البيت بشكل مبالغ فيه، الكلام ده بيأثر في الجهاز العصبي. ازاي؟ فاكرين فيلم عبود على الحدود لما جه الدكتور قال لعلاء ولي الدين اسمع ايه، راح هو رد عليه وقال له عبود كده؟ ايه ده؟ هو اصلا ده تمارين من التمارين اللي بتطمن بيها على الجهاز العصبي. الجهاز العصبي طبيعته لو انت كلمتك بصوت واطي غصب عنك تلقائيا هترد عليا بصوت واطي. تمام، ده لا ارادي، دي حركه انت بتعملها بشكل لا ارادي. فانا لو جيت فجاه كلمتك وقلت لك صباح الخير، هتلاقي انت تلقائي ما بتردش بالتون العادي بتاع صوتك وبتقول صباح النور، لا هتلاقي نفسك بتقول غصب عنك. ليه؟ لان الجهاز العصبي سليم او في حالته الطبيعيه فيقظ، فبالتالي بيدي رد فعل. تمام، الا اذا الجهاز العصبي ده اصبح متشوش نفسه، الجهاز العصبي ده نفسه تعبان نتيجه بقى كل الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، التعود الاجتماعي، الضوضاء، التلوث السمعي، مشكله في السمع اصلا، كل دي حاجات بتخلي الجهاز العصبي متوتر، فبالتالي مش بيسمع بالاصوات الخافته دي، وتلاقيه دايما متاهب كده، صوته عالي، زرزون كده، بيميل للصراخ او بيميل لتون الصوت العالي. فتلاقي مثلا مراتك لو معلمه ولا حاجه تيجي تكلمك فتروح انت قايلها ايه، وطي صوتك، تروح انا كده بعلي صوتي،
ما هي اصلا اعتيادها على الصوت العالي عشان بيستخدموه في الفصول وايقاعات الدراسه وغيرها، اعتيادها على الصوت العالي مخليها اصلا مش حاسه ان ده تون صوت عالي اساسا. تمام. طيب يعني الخلاصه، المفروض بقى ابني اللي بقى كده راح يعني كده خلاص باظ؟ لا، احنا زي ما اتفقنا لو في عنصر طبي لازم نراجع دكتور انف واذن وحنجره يتاكد ان الدنيا تمام، او ان في مشكله ولا لا، لان بنسبه كبيره فعلا بنلاقي مشاكل. تمام. ده حاجه تانية، بنعوض التعود عن طريق بعض التمارين. اولها طبعا ان احنا بنخفض اصوات البيت، وبنتعود ان احنا ما بنشغلش اي جهاز بصوت عالي، وما بنشغلش الاجهزه اصلا مع بعض. واي جهاز يعني مثلا التلفزيون لو انت صوته عاده على 10 مثلا، لا بتخليه 9، بتخليه 8، وبتبقي انت في دماغك ان انت هتقلليه تدريجيا لغايه ما يقل، يبقى مستوى ايه معقول. تمام. ده حاجه تانية، بنعمل شويه تمارين اسمها تمارين الصوت. تمارين الصوت دي هدفها ان انا اثر على الاطفال واشيل بقى العك اللي حصل قبل كده. زي ايه؟ زي ان احنا التمرين الاول ان انت تسكت خالص كده، واطلب من الطفل كل ما كان صغر سنه كل ما كان افضل انه يغمض عينه ويسكت خالص لمده، هنبدا ب 30 ثانيه، مده قصيره جدا، وبعد كده نزودها تدريجيا لغايه ما نوصل ل 5 و10 و15 دقيقه كمان. نبدا ب 30 ثانيه بس، لو هنغمض عينينا نسمع صوت الصمت بقى، مفيش صوت. 30 ثانيه هيعدوا بسرعه، بعد كده اقول له خلاص فتح عينيك، ها قول لي سمعت ايه؟ ما سمعتش حاجه، عادي. الاجابه دي عاديه، مفيش مشكله. بكره تاني يوم تروحي عامله نفس التمرين، مره في التانيه هيبدا الطفل يقول لك لا سمعت صوت المروحه وهي بتلف، لا ده انا سمعت صوت طنط اللي بره بتنادي على عمه ومش عارف ايه، ده انا سمعت صوت البياع اللي في الشارع، ده انا سمعت صوت تكات الكرسي. ويبدا كل ما تكرري التمرين كل يوم كل يوم هيبدا يركز، لدرجه ان في اطفال بعد كده بتقول لك انا سمعت صوت نبضات قلبي، انا سمعت صوت مش الورق وانت بتعملي كده مثلا. يعني بقى مع التمرين ده بيبقى رائع. اول ما يوصل ان الطفل يرد عليكي ويقول لك حاجات، زودي المده، خليها 60 ثانيه، دقيقه ونص، دقيقتين، وهكذا، واستمري عليه كل يوم. ده تمرين الاول. في تمرين تاني بنعمله، بنبدا ان احنا نعمل هص كده 30 ثانيه بس. ابدا اسمع قلبك، اسمع نفسك، اسمع افكارك، اسمع عقلك بيقولك ايه، ونبدا نديله افكار من النوعيه دي، حاجه شبه اليوجا كده. ونخليه وفي المتسوري بتعتبرها نوع من تمارين التامل الذاتي، وبتستخدمها في العاب الصمت عند المتسوري في الحياه الحسيه. فاستوب كده، اسمع نفسك، وبنبدا برده ب 30 ثانيه وبنزودها. في تمرين ثالث ان انا ابدا اتكلم مع الطفل لمده قصيره، نفترض انها دقيقه، بصوت خافت خالص، زي هيقولك نعم، ها عايزه ايه يا مس؟ ماما كلمي عادل يا ماما، ماما تكلمي كده ليه؟ ولا تعبري. افضلي تستمري على التمرين لمده الدقيقه بتاعتك، ما تتاثريش لغايه ما يبدا ينفذ الاوردر. بعد شويه هيعتاد ان انت ليكي وقت بتعملي فيه تمرين اللي هو الصوت الخافت، اللي انت بتتكلمي من غير صوت، اللي هو وتقولي اوردرز، يعني تعالى دي، وتشاوري له على حاجه معينه يجيبها، يرفع ايده لفوق، وهكذا. بتدي له اوردرز وانتي اللي هو من غير صوت خالص، بتدي له اوردرات وتطلبي منه ايه هو يعملها، وتصبري كده وتهدي، وهو ان شاء الله مع التعود هينفذها. وبرده التمرين ده من التمارين اللي احنا بنزود المده فيها لما الطفل بيستجيب، مره نص دقيقه، مره دقيقه، مره دقيقه ونص، وهكذا. كده عملنا كام تمرين مع بعض. التأمل، وان انا اطلب منه انه يركز في حاجة من غير صوت، زي مثلا يركز في حركة طفل، اعمل له فيديو على الموبايل من غير صوت واقول له ركز الفيديو ده بيتكلم عن ايه وقول لي، كأنها لعبة. دي برضو من التمارين المناسبة. التكرار والمداومة عليها مع خفض اصوات البيت، مع ان انا قدوة وانا كمان اخفض صوتي واخفض صوت المحيطين، مع مراجعة الدكتور عشان لو في سبب طبي. دي كلها حاجات هتأثر معاكم ان شاء الله بشكل ايجابي جدا، وبتجيب تأثير خرافي جدا على اولادنا جوه الفصول لو حضرتك او حضرتك معلم، وان شاء الله تلاقوا فيها نتائج قوية وممتازة. شكرا لكم. ماجدة عمار، احنا بتوع تربية.